السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو خاص لطلاب الصف الأول الثانوي اللي محتارين يختاروا بين أدبي وبين علمي، خصوصا في ظل التطورات اللي بتطرأ على التعليم من نظام جديد وتابلت وأسئلة قياس فهم وتغيير في ماهية وشكل الأسئلة دي كلها. الحقيقة الفيديو ده النهاردة خاص ليكم وعشان يوضح لكم كل حاجة على وجهة نظر مبنية بشكل علمي. خليك معايا عشان اقولك بالظبط هتعرف ايه في الفيديو ده. في البداية كده انا حابب اقولك ان الاختيار الاول والاخير لدخولك اي شعبة او اي حاجة في دنيتك ده بيرجع لك انت، واي حاجة انت مش حاببها او مش داخلها برغبتك انت مستحيل تجبر عليها او حد يقدر يجبرك عليها. يعني انت صاحب القرار الاول والاخير في انك تخش ادبي او تخش علمي. طيب انا طالع اقول لك ايه في الفيديو ده او اقول لك او اكلمك في ايه في الفيديو ده ادام القرار الاول والاخير جاي لك انت. انا طالع في الفيديو ده او بعمل الفيديو ده عشان اقول لك معلومات عن الشعبة دي وعن الشعبة دي، وانهي فرصه اكتر واحسن الكليات بين الشعبتين دول. وهقول لك كمان لو انت محتار بين الشعبتين ومش قادر تقرر هتخش انهي ومش عارف تعمل قرارك ده بناء على ايه، فالفيديو ده هيطمنك وهيقول لك وجهة النظر الصحيحة ووجهة النظر الشخصية لو انا مكانك هعمل ايه. اول حاجة بس عايز اقولها لك قبل ما نبدأ في وجهة النظر دي، اي حد من حواليك بينصحك سواء كان والدك والدتك او ايا كان في عيلتك بينصحك، فده غالبا بتبقى نصيحة عن غير دراية. يعني ايه عن غير دراية او عن غير وعي؟ يعني اهلنا كلنا غالبا تعليمهم متوسط او تعليمهم مش عالي قوي، فلما بيجي ينصحك بأدبي وعلمي هو ما عندوش الخبرة بتاعة الأدبي والعلمي لأنه ما دخلش أدبي وعلمي وما جربهمش. فالنصيحة اللي هو بينصحها لك دي بتبقى مجرد نصيحة أو رغبة لرؤيته أو لأمله فيك أنت إنه نفسه يشوفك دكتور أو مهندس، فهم قالوا له إن العلمي بيطلع دكتور أو مهندس، فبينصحك إنك تخش علمي عشان كده، لكن هو ما يعرفش صعوبة العلمي أو صعوبة الأدبي. والعكس، في طلبة أو أولياء أمور بتقول لأولادها خشوا أدبي عشان السهلة وعشان مش إحنا مش قد العلمي والكلام ده كله. لا، احنا على الاقل هنقعد مع اهالينا او والدك او والدتك تقعد تقول له وتفهمه بشكل منظم ومبسط وجهة نظرك او فكرتك، وتعرفوا شكل الدراسة هنا ازاي وشكل الدراسة بيبقى هنا ازاي. ده مش تقليل خالص منهم، ولكن ده بس سعي مننا اننا نوصل لهم وجهة النظر الصحيحة في ظل التطور بتاع التعليم والتغير بتاع التعليم من زمان لدلوقتي، فاحنا لازم نعمل جهد معاهم شوية عشان نقنعهم بفكرتنا او برغبتنا. دلوقتي هنتكلم عن الشعبتين. اول حاجة الادبي زي ما انت عارف مليانة بشعب اللي هي المواد الادبية بتاعت الفلسفة وعلم النفس والجغرافيا والتاريخ والكلام ده كله. كان في الاول بيعتمد الكلام ده كله على الحفظ، ولحد دلوقتي هو بيعتمد بنسبة كبيرة على مهارة الحفظ. لكن أنا حابب أقول لك حاجة مهمة جدا، في ظل التطور وتغيير نظام التعليم الأسئلة هتبقى منافية خالص. يعني الأسئلة اللي هتيجي مش هيسألك في حاجة صريحة جدا ويقول لك خش جاوب واكتب اللي أنت صميته واللي أنت حفظته. لا، الموضوع مش هيبقى كده. الموضوع هيبقى بيسأل وبيربط بأشياء كتيرة جدا. كمان بيسأل أسئلة عامة، أسئلة عامة تقدر تجيبها من خارج نطاق الكتاب المدرسي ومن فهمك ومن وعيك ومن دراستك الخارجية بره الكتاب المدرسي. انت عارف المواد بتاعت ادبي، انت عارف المواد واتعاملت معاها كلها، علم النفس والجغرافيا والتاريخ والفلسفة وكل المواد دي، فانت تقدر تقرر هل المواد دي محببة ليك ولا مش محببة. اما الشعب العلمية برضو فانت اتعاملت مع المواد بتاعتها الرياضة والكيمياء والفيزياء والاحياء والكلام ده كله، وقادر تقرر هي صعبة بالنسبة لك ولا سهلة بالنسبة لك، وعارف طبعا اللي هي بتتحل ازاي وبتذاكر ازاي والكلام ده كله. يعني انت كده عارف الشعبة دي بتدرس فيها ايه وبتدرسه ازاي، وعارف الشعبة دي بتدرس فيها ايه وبتدرسه ازاي. اللي موقفك حاليا هو انك ساعات بتحب مواد من هنا وساعات بتحب مواد من هنا. يعني انا بحب الفيزياء مثلا لكن بكره الفلسفة، بحب الفلسفة وعلم النفس لكن ما بحبش الفيزياء ومش عايز اخش العلمي عشان الفيزياء، وهكذا. ساعات انت بتحب مواد معينة من هنا وما بتحبش مواد معينة من هنا، فبتبقى واقف محتار انا مش عارف اخش ايه، لان انا هنا بحب مواد وهنا بحب مواد، لكن انا خايف اخش هنا عشان في مواد معينة واقفة قصادي، وخايف برضو اخش هنا عشان في مواد واقفة قصادي. في الحالة دي تقدر تستند لحاجة مهمة جدا، انت ممكن تستند للشعبة اللي انت بتحب المواد بتاعتها اكتر. يعني مثلا في الادبي انت في عندك فلسفة علم نفس جغرافيا تاريخ، انت بتحب مثلا 3 من الاربع مواد دول، المادة الرابعة فيهم تقدر تذاكرها مع الوقت وتقدر تحبها، لكن ما تروحش تخش علمي عشان انت بتحب فرع واحد في الشعبة العلمية كلها اللي هي الفيزياء. انت كده بتدمر نفسك لانك مش هتعرف تحب كل المواد التانية بنفس القدر الكافي اللي انت بتحب فيه المادة الواحدة دي. اظن الموضوع قصادك واضح ووجهة نظري قصادك واضحة.
يعني ايه؟ يعني لو انت بتحب مواد اكتر في شعبة معينة، خش الشعبة دي وانت مطمن لان انت هتحب موادها فهتقدر تذاكرها، فيبقى عندك القدرة والقابلية انك تخش تذاكرها. طيب لو انت اصلا ما تعرفش انت بتحب ايه ومش فارق معاك، او ممكن تكون ما كنتش بتذاكر خالص في اولى ثانوي فمش عارف ايه هو الادبي او ايه هو العلمي، او مش عارف انهي اصعب من مين، لكن انت سامع ان هم بيقولوا ان الادبي سهل ومحتاج حفظ، وان العلمي صعب ومحتاج دماغ واذكياء ومش عارف ايه والكلام ده كله. انا حابب اقول لك ان الكلام ده مش صحيح، لان اي حاجه مع الدراسه بتبقى سهله، اي حاجه اصلا بتبقى صعبه من غير دراسه، فبالتالي انت ما درستش العلمي بشكل كويس فبالنسبه لك هو صعب او هيروغليفي، انت ما درستش الادبي بشكل كويس فبالنسبه لك هو حفظ وكلام معقد انت مش فاهم منه حاجه. الكلام ده غير صحيح بالمره. اللي انت مش عارفه ان العلوم دي كلها سهله وبسيطه، بس انت اللي مش بتذاكرها ومش بتديها اهتمام كبير، او معقد نفسيا من ناحيتها ومش بتذاكرها ومش بتيجي جنبها خالص. يعني زي ما بقول لك كده، الادبي مواده مش حفظ بس، لا فهم وحفظ. العلمي مواده مش فهم بس، لا فهم وحفظ. فبالتالي مفيش كفه فيها الحفظ مرتفع قوي، مفيش كفه فيها الفهم مرتفع قوي. الكفتين فيهم فهم وحفظ ومحتاجين جهد، لانك لو ما عملتش جهد سواء كنت ادبي او سواء كنت علمي فانت مش هتجيب مجموع في الحالتين. طيب برضو انت ما قلتليش لو انا فعلا مش عارف اقرر او مش عارف انا بحب ايه، او اصلا ما كنتش بذاكر ومش عارف الادبي فيه ايه والعلمي فيه ايه، هقول لك استند الى درجاتك. يعني ايه استند الى درجاتك؟ شوف درجاتك في اخر السنه هتبقى عامله ازاي. درجاتك كانت عاليه في المواد الادبيه، فمعنى كده ان انت اخدت مجهود اقل في انك تذاكر المواد الادبيه، فبالتالي جبت فيها درجات عاليه لان انت ما كنتش بتذاكر. مثلا لو كنت في العلمي وجبت درجات عاليه في العلمي مع انك برضو ما كنتش بتذاكر، فمعنى كده ان العلمي خد منك مجهود اقل في انك تذاكره وتلمه وتجيب فيه درجات مرتفعه. يعني تقدر تستند على الدرجات، تقدر تستند على الدرجات النهائيه في اخر السنه عشان تعرف انت كويس في ايه ومش كويس في ايه. هتقول لي هي دي مقياس؟ هقول لك في حالتك دي اللي انت مش عارف فيها تقرر هي مقياس. ادام انت ما عرفتش الشعبتين بشكل كافي وما درستهمش بشكل كافي وما ذاكرتش بشكل كافي، ففي الحاله دي لازم تستند للي انا بقول لك عليه ده. الدرجات هي اللي هتقرر لك او هتحدد لك انت كويس في ايه او تقدر تحل في ايه من غير ما تكون مذاكر بشكل كويس. طيب الخلاصه في الموضوع ده عشان ما بقاش طولت عليك في الجزئيه دي، هتخش اللي انت بتحبه واللي انت بتعرف تذاكره واللي بياخد منك مجهود اقل في انك بتذاكره. ولازم اكد لك واقول لك ان الاتنين بيحتاجوا فهم وحفظ، مفيش حاجه اسمها حفظ بس، مفيش حاجه اسمها فهم بس. وزي ما قلت لك لو انت مش عارف انهي فيهم انت بتحبهم استند الى الدرجات. نيجي بقى لنقطة أهم بكتير جدا، وهي الكليات اللي هتبقى متاحة ليك لو أنت دخلت أدبي، والكليات اللي هتبقى متاحة ليك لو أنت دخلت علمي. أنا هختصرهم لك في كام كلمة. كليات العلمي أو شعبة العلمي متاح ليها كل كليات الجمهورية. يعني إيه؟ يعني طب، هندسة، حاسبات ومعلومات، تربية، ألسن، إعلام، كل الآداب، تجارة، حقوق، كل الكليات اللي في مصر متاحة لشعبة العلمي كلها. حتى كليات الأدبي كمان متاحة لشعبة علمي، يعني بتاع علمي يقدر يخش الكليات الأدبية ويقدر يخش كمان الكليات العلمية. أمال بتاع أدبي بيخش إيه؟ بتاع أدبي بيخش كل الكليات ما عدا الكليات العلمية. يعني يقدر يخش إيه؟ كل الكليات هنقولها لك دلوقتي. تربية يقدر يخش، إعلام يقدر يخش، آداب، حقوق، تجارة، سياسة واقتصاد، ويقدر يخش تربية رياضية وتربية فنية، ويقدر يخش ألسن. لكن ما يقدرش طبعا يخش حاسبات ومعلومات، ما يقدرش يخش ذكاء اصطناعي مثلا، ما يقدرش يخش ملاحة، ما يقدرش يخش علوم الفضاء، ما يقدرش يخش الحاجات كلها، هندسة وطب طبعا ما يقدرش يخشهم، علاج طبيعي، الكلام ده كله لأن ده بتاع علمي. لكن بتاع العلمي زي ما قلت لك يقدر يخش كل الكليات، تجارة وحقوق وآداب وتربية وكل حاجة يقدر يخشها، لكن طبعا في أقسام معينة اللي هي الأقسام العلمية. حاجة كمان ان التنسيق بيلعب بنسبة كبيرة في صالح الشعبة العلمية. يعني ايه؟ يعني انا هحكي لك حكاية بسيطة جدا. هقول لك حكاية طالبين، طالب في ادبي وطالب في علمي. الطالب بتاع ادبي ده جاب 70%، والطالب بتاع علمي ده جاب برضه 70%. الطالب بتاع ادبي ده ملحقش كليات خالص، ولو لحق معهد او لحق كلية انتساب في اخر الدنيا في محافظة بعيدة اقاليم جدا. لكن طالب العلمي اللي جاب 70% ده قدر يخش كلية انتظام كويسة، سواء كانت تجارة أو حقوق أو آداب. القصة اللي أنا بقولها لك دي ليه؟ عايز أقول لك إن التنسيق بتاع علمي بيكون متاح ليه كليات في كل المراحل. يعني إيه؟ يعني جاب 70%، جاب 60%، 80%، 90%، هو يقدر يخش كلية انتظام في أي حتة، ويقدر يخش كلية في أي حتة
في القاهرة أو بره القاهرة، لكن بتاع أدبي لو جاب أقل من 75% فما يقدرش يلاقي كليات كتير، وده طبعا بيختلف من سنة لتانية. بس أنا بقولك عن دراية وعن خبرة في التنسيقات، صعب جدا إنه يلاقي كلية إلا إما تكون انتساب وتكون في آخر الدنيا. ده الحاجة الوحيدة اللي بالنسبة لي عنصرية بتفرق بين العلمي وبين الطالب الأدبي. العلمي بيكون متاح له كل الأوبشنز في كل المجاميع وكل المراحل التنسيقية، لكن بتاع الأدبي المرحلة الأولى بيكون متاح له كليات، المرحلة التانية بيكون متاح له انتساب بس، المرحلة التانية ما بيتاحلوش غير معاهد بس، وفي ناس كمان ما بتلحقش كليات خالص. مش معنى كده ان انا بقولك ان الادب وحش، لا، الادبي باقل مجهود تقدر تجيب فيه مجموع كبير جدا، والعلمي كذلك، بس محتاج تركيز اكبر شوية لانه في نظريات علمية معقدة شوية، فمحتاج مجهود اكبر شويتين 3 كمان، لكن في الاخر بيقدر يخش الكلية اللي هو عايزها وبالمجموع اللي هو يجيبه. لكن الادبي زي ما قلت لك ليه كليات محددة وكليات معينة للاسف، وكمان بمجاميع معينة. ده كان كل وجهة النظر بتاعة الشعبة الأدبية والشعبة العلمية. تقريبا أنا غطيت لك كل حاجة، الكليات والتنسيقات، وكمان لو أنت محتار والمواد بتاعت دي والمواد بتاعت دي. تقدر من خلال الفيديو ده تقرر أو تاخد قرارك النهائي قبل ما تنفذ رغباتك وتكتب رغباتك، لكن الرغبة الأولى والأخيرة والقرار الأول والأخير زي ما قلت لك هو رغبتك وحبك وشغفك والحاجة اللي أنت قادر تدي فيها وتعطي فيها. أنا خلصت كلامي في الفيديو، وخلصت كل وجهة نظري، وخلصت كل المعلومات اللي أقدر أزودك بيها. أنت بقى لو عايز تسألني في أي حاجة وعايز تقول لي حاجة تقدر تسيبها لي في الكومنتس تحت أو في الكومنتات، وأنا هرد عليك إن شاء الله. أظن بعد الفيديو الطويل ده مش هتستخسر فيا إنك تدوس لايك وتعمل سبسكرايب واشتراك وتفعل زر الجرس لو عايز تتابع كل جديد في التعليم وكل حاجة عن التعليم. واللايك ده بيقدرني وبيدعمني وبيحسسني فعلا ان انا ما بعملش مجهود على الفاضي. ده كان كل الفيديو، نشوفكم فيديوهات جايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.